السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد. المرة هذه طليت عليكم بوصفة حلوة، يعني رايحين. أنا دايما نحب نوع لكم، يا إما حاجة مالحة يا إما حاجة حلوة. المرة هذه جبت لكم كيك على طريقة المخابز الكبرى والمحلات. نعرفوا في رمضان كاين نسبة كبيرة من الجزائريين يحبوا يسحروا بحاجة حلوة، يا إما بريوش يا إما كيك. لهذا حبيت نشارككم هذه الوصفة اللي ناجحة ومضمونة ورايحة تحمر لكم وجوهكم إذا حضرتوها. نروحوا مباشرة لطريقة التحضير. هنا عندي 3 حبات تاع البيض، ولا 3 عظمات يكونوا بحرارة الغرفة، ورايحه نزيد لهم مغرف تكون معمره مليح تاع لافاني. كما تقدروا تحطوا مبشور الليمون ولا مبشور البرتقال. هنا بالنسبه للسكر، من المفروض تحطوا هذاك الكاس تاع 220 تحطوا كاس غير ربع. انا السكر تاعي ماهوش حلو ياسر، حطيت كاس ناقص صباع سكر، ونبدا نضربوا فيه بالطريقه هذه حتى يتضاعف الحجم تاعو. شوفوا اللون تاعو كيفاش فتاح، يعني هذه خطوه مهمه جدا. هنا الزيت عندي نص كاس زايد مغرف، يعني هذاك الكاس تاع 220 تحطوه نص، زيدوه مغرف كبيره تاع الزيت، ما يعادل 9 مغارف زيت. يعني اللي تحب تخدم بالمغرف ولا اللي تحب تخدم بالكاس. نزيد ندرب هذاك الزيت مع الخليط نتاعي، ومن بعد رايحه نزيد نفس كميه الزيت نزيدوها حليب، يعني نص كاس حليب زايد مغرف كبيره، 9 مغارف حليب، ونعاود ندربهم مليح. هنا رايحه نحط الفرينه. هنا الفرينه عندي 2 كيسان، يعني ما يعادل بالغرام 250 غرام فرينه. بصح الكاس الثاني البنات حطوه غير بشويه، لانه الفرينه كما تعرفوا تتنوع، كاين اللي يمتص السوائل كاين اللي لا. ومع الكاس الاول هذاك شفتوني حطيت كيس تاع خميره الحلويات من صنف 10 غرام. نشوف يعني هنا راح ندخل هذيك الفرينه مليح. تقدروا الخطوه هذه ديروها غير بيدكم، مي انا كي كوم بديت بالباتير حبيت نكمل. ولهنا الخليط رايح يكون شويه سائل هكا باش يطلع لنا مليح الكيك تاعنا ويجينا خفيف ويجينا هايل. رايح نحط مغرف كبيره تاع الخل كما نعرفوا هو محسن، ورايح يعاون الكيك تاعنا باه يطلع مليح ويجينا مهوي الداخل. الطريقه هذه راهي مضمونه، ودوك تشوفوا معايا النتيجه، يعني كيك ولا اروع. شوفوا القوام كيفاش يكون شويه سائل. هنا عندي هذا المول 8 على 30، بعد ما دهنته بالزبده ورشيته بالفارينه. نخلط هذاك الخليط تاعي كل في المول. هنا الفرن البنات راني مشعلاته وراهو مسخن من قبل على 160 درجه، ونخليوه يطيب مده 50 دقيقه. 50 دقيقه ما نفتحوش عليه كي يكون يطيب باش ما يهبطناش، نخليوه يطيب بغردو على 160. ما نكثروا، يعني ما نطلعولوش الحراره هكا باش يطيب لنا مليح مليح. هنا هذه لاستيس ولا هذه الحيله، تجيبوا كاس ماء بارد يكون بارد مليح، تحطوا فيه السكينه وتعقبوه في وسط هذاك الكيك باش تجينا هذيك الشقه كي راكم تشوفوا فيها. هنا خليته بعد ما فات 50 دقيقه جبدته من الفرن. شوفوا نحيوه فاسيلمون يعني بكل سهوله، خليوه يبرد ما ندوروش به. هنا راح ندهنه بلا جيلي باش ياخذ لنا هذيك اللمعه اللي نشوفوها وتغرينا كي نعديو للمخابز ونشوفوا الكيك. ديما هذيك اللمعه هي اللي تجذبنا وتخلينا نشريوه. ودركا نرش عليه شويه تاع الجوز، يعني ريحته شويه خشين. وهذه طبعا راهم خطوات اختياريه، تقدروا تخليوه غير هكاك، تدهنوه بشويه معجون كما حبيتوا، ديروا عليه لانوا كوكو كما حبيتوا. يعني هذه نتوما تزينوا الكيك تاعكم ولا تخليوه هكاك عادي كما الشيء اللي تفضلوه طبعا. شوفوا النتيجه روعه روعه، يعني كيك جدا ناجح ومضمونة، يعني نتيجته مضمونة. هنا شوفوا هاي لكم النتيجة قدامكم، شوفوا كيفاش يجي مهوي الداخل، حاجة روعة روعة. يعني أنا دايما نحرص نقدم لكم الحاجات الناجحة والحاجات اللي تحمر لكم وجوهكم واللي ترضيكم. هنا بالمناسبة حبيت نشكر أم محمد مدريد على المجهودات الجبارة اللي راها تقوم بها في القناة. مشتركة جديدة يعني عندها يومين 3، وكلفت نفسها وخصصت لي وقت يعني من حياتها، وتكتب المقادير تاع العديد من الوصفات اللي حطيتها في القناة. نقول لك أم محمد ربي يحفظك وربي يجازيك كل خير، ومشكورة مشكورة من أعماق القلب. نشكرك على المجهودات اللي راكي تقدميها لي من خلال القناة. بارك الله فيكم جميعا، تهلاو في روحكم، والسلام عليكم.